لعبوا قبل كده 9 ماتشات، الاهلي كسب 7 والزمالك كسب 2. في ماتشات عاديه وفي ماتشات بتكتب التاريخ، وماتشات الاهلي والزمالك في السوبر دايما بتكون من النوع الثاني. ما هو طبيعي يعني، ده الديربي الاشهر والاهم في الشرق الاوسط كله. وبعد الفتره الاخيره ومستوى الاهلي والزمالك لما كان مهزوز، سمعنا كلام بقى من نوعيه ان النهائي هيكون سيراميكا وبيراميدز. وبعد ماتشات صعبه لقينا الاهلي والزمالك في الاخر طلعوا لنهائي السوبر المصري، وهيلعبوا بعض في كلاسيكو بقى جزء من تاريخ الكره المصريه، وهو ده اللي بيدي طعم للبطوله. وعلى الرغم ان الاهلي كسب البطوله 15 مره والزمالك كسبها وراه 4 مرات، لكن ده ما يمنعش ان الزمالك دايما بيكون خصم عنيد جدا بالتحديد في البطولات اللي من ماتش واحد. فتعالى نرجع ورا شويه ونفتكر مع بعض حكايات وتاريخ مواجهات السوبر اللي كانت مليانه مفاجآت ونتائج غير متوقعه. اول بطوله سوبر بين الاهلي والزمالك كانت سنه 2003. ساعتها الزمالك كان جاي من موسم 2002 التاريخي، لكن الاهلي قلب الترابيزه، وبعد ماتش متوتر جدا قدر الاهلي يوصل لضربات الجزاء ويكسب اول سوبر في التاريخ ما بين الفريقين. جينا بقى ل 2008، وبعد ما الاهلي كان كسبان كاس مصر من الزمالك في 2007 الماتش الشهير اللي كلنا فاكرينه، بيكسب الزمالك كاس مصر في 2008 عشان يقابل الاهلي بطل الدوري. ساعتها بيعملوا ماتش قوي جدا، والزمالك طبعا عايز يرد اعتباره في الماتش دوت، ولكن بصاروخيه اينو اللي كان جاي الاهلي ساعتها من الزمالك كمان بيخلص البطوله وبيكسبها لتاني مره. وبنروح بعدها بقى لسوبر 2014، الماتش اللي كان غريب جدا، فرص ضايعه من الفريقين فبيخلص تعادل، وبنروح لضربات الجزاء. اول ضربتين جزاء الاهلي بيضيعهم، ساعتها كله بيقول لك باي باي اهلي، لكن فجاه بنرجع نلاقي اكرامي صد واحده من احمد سمير، وفي بيضيع الضربه الاخيره، ابراهيم صلاح بيحطها في العارضه، فتلاقي ان الاهلي لثالث مره بيكسب السوبر ضربات جزاء قدام الزمالك. ونروح بقى لسوبر من امتع ماتشات السوبر اللي شفتها في حياتي، وهو سوبر 2015، وده كان اول سوبر يتلعب في الامارات بالمناسبه. الزمالك داخل بقى وهو بطل دوري وبطل كاس وعامل فرقه تقيله مع فيريرا، والاهلي طالع من موسم ما قداموش غير البطوله دي عشان ينقذ الموسم الصفري. الكل كان شايف الزمالك هيخلصها بدري، لكن ماتش خالف كل التوقعات. الزمالك بيتقدم 1 وبعدها بتيجي لقطه كهربا اللي كلنا فاكرينها لما ضيع ضربه الجزاء، وفجاه الاهلي بيرجع يسجل 3 اجوان، 2 منهم لعبد الله السعيد ضربات جزاء، كان صاحي من النوم يشوط ضربات جزاء كل هدوء وكل برود اعصاب، بيحط ضربتين جزاء، وبيجي بعدها مؤمن زكريا يسجل الجون الثالث، يعني ربنا يشفيه يا رب، بيسجل الجون الثالث. بعد كده الزمالك بيسجل جون كمان وبيخلص الماتش 3-2، وبيكسب الاهلي البطوله الرابعه على التوالي قدام الزمالك في السوبر. بعدها بقى ماتش 2017، وده كان ماتش معقرب وغريب، وكان الاداء كمان من الفرقتين قليل قوي، كان بعد بطوله افريقيا لو تفتكروا. الزمالك هنا بقى خد بالصقر في الامارات، وبعد ما الماتش خلص تعادل بعد فرصه اجايل غريبه اللي ضاعت في الدقيقه 88، الزمالك بيخلص الماتش ضربات جزاء في ماتش كان نجمه الاول جنش. العوده للاهلي بقى بتكون في سوبر 2019، واول ديربي الفايلر بتسجل بدري، بتبقى مسيطر بالطول والعرض، عامل ماتش كبير، وبتخلص الشوط الاول 2-0، بتبدا الشوط الثاني ب3-0. الحاجات اللي حواليك بتقول ان الماتش ده رايح لنتيجه تاريخيه 5-6، لكن الاصابات ما بتخدمش الاهلي. بعد ما بدري بنون بيتصاب ويخرج من الملعب، الزمالك بيجي له ضربتين جزاء وبيسجل جونين، وبيخلص الماتش 3-2 والاهلي بيحسمها. اما بقى في 2020 ده كان الزمالك بيطير حرفيا، كان مقدم مستويات عاليه جدا، كسبان كونفدراليه 2019، كمان راح لعب السوبر الافريقي مع الترجي وكسبه في قطر، بيجي برده يلعب الاهلي في السوبر المصري بعدها ويكسب الاهلي في السوبر المصري، فكان اسهمه في الطالع جامد، مش شايف حد قدامه. الرد بيجي بعدها في سوبر 2022 مع المارشال كولر، واول ديربي برده الكولر بيلعبه قدام الزمالك في السوبر، بتقدم اداء خرافي وبتخلص بجونين برونو سافيو الار 2 لو نفتكرها، وجون كريم فؤاد اللي في الاخر الشوط الثاني. وبعد ما بيتغير نظام البطوله وبقى بيشارك فيها 4 فرق عشان بطل كاس الرابطه، بنتقابل تاني في ماتش سوبر 2024، الماتش اللي كان مثير جدا وغريب جدا. الاهلي عايز يعوض خساره السوبر الافريقي من الزمالك عايز ياكد سيطرته، لكن الماتش بيخلص بضربات جزاء غريبه. الماتش بيفضل رايح جاي، شويه رايح للزمالك شويه رايح للاهلي، وفي الاخر الاهلي بيخلصها بضربات جزاء بعد ما عمر جابر ضيع الاخير. فبص يا صاحبي، من الاخر لما الاهلي والزمالك بيتقابلوا في السوبر ما ينفعش تقول مين الاقرب. لعبوا قبل كده 9 ماتشات، الاهلي كسب 7 والزمالك كسب 2. ماتشات الاهلي داخلها مكتسح فنيا وبيخسر، وماتشات الزمالك حالته الفنيه احسن، والكل بيتفاجئ ان الاهلي خطفها. الاهلي عايز يصحح مسار الموسم، والزمالك عايز ينقذ ما يمكن انقاذه ببطوله قد تكون انجاز في ظل المشاكل اللي عنده. ده بقى اللي هنشوفه قريب جدا. مين هيكتب سطر جديد في كتاب السوبر المصري؟ يا ترى الاهلي ولا الزمالك؟ لايك وشير، وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل فولو الملعب ويجي.